بس عنده صديقي هم كذلك دفان عنده خبره بهاي الاسحار وهالامور. فالمهم يقول رحت صحت لصاحبي واجينا وفتح السحر، يقول تفاجئنا لقينا بها صوره شخص وكذلك ايات قرانيه مكتوبه بالمقلوب وهواي امور. فيقول بعدين لحقنا ذن النسوان انا وصاحبي وقلنا لهن ما تستحن مخليات سحر لهذا الشخص. يقول هن تفاجئن شافن السحر بدينا وتعاركن ويانا لان طلعنا هذا السحر من القبر. يقول صارت عركه وكل الناس عرفت واجت الشرطه. فالمهم يقول بعدين حاولن يختلفن علينا قدام الشرطه، بس بعدين شرحنا للشرطه القصه بالتفصيل وانطيناهم الدليل بانه السحر وشافوا السحر. فيقول بعدين اعتقلتهن الشرطه ومن بعد التحقيق عرفوا بانهن اثنيناتهن اخوات وواحده منهن متزوجه وجاي تخلي السحر لزوجها، وهاي اختها الثانيه اللي وياها جاي يساعدها بهذا الشيء. فحبايب قلبي لهنا وانتهت قصتنا، وللاسف هاي الظاهره الشيطانيه جاي تنتشر بالمجتمع وهواي نسوان خلى لازواجهن سحر، وهذا السحر مرات يقتل الشخص اللي يخلى له هذا السحر. وجميع وحده جاي تشتغل بهاي السوالف مال الاسحار كونوا على ثقه طالعه من دين الاسلام وبريء منها الرسول والاسلام كله.